السلام عليكم ورحمة الله. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية والمستهل بأبرز العناوين. افتتاح الاجتماع الوزاري لمنظمة مكافحة الجراد الصحراوي لشرق أفريقيا في أسمرة. الجيش الشعبي يدرب أعضائه في الصحافة والتصوير. جهود لتحسين الخدمات الصحية في جولوج. قتلى وجرحى في صفوف جنود ماليين خلال هجوم نفذه جهاديون. اتفاق على عقد قمة بين الرئيسين الأمريكي والصيني بعد محادثات في سويسرا. فرغاطة روسية تدمر أهدافا خلال التدريبات في البحر الأسود. إلى التفاصيل. إعلان وزارة الصحة. أعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم في مراكز العزل والفحص في الإقليم الأوسط ظهرت إصابة 5 مواطنين بفيروس كورونا، وظهرت إصابتان في مراكز العزل والثلاثة في مراكز الفحوصات. في غضون ذلك شفي 3 مواطنين من مرضى كورونا في الإقليم الأوسط، وبهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 6734، شفي منهم 6666 وتوفي 42 مريض، فيما لا يزال 26 مريض يتلقون العلاج في المستشفيات. وزارة الصحة 7 أكتوبر لعام 2021. افتتح اليوم 7 أكتوبر في أسمرة الاجتماع الوزاري الدوري 66 للدول الأعضاء في منظمة مكافحة الجراد الصحراوي لشرق أفريقيا. شارك في الاجتماع الوزاري الذي جاء مواصلة لاجتماع اللجنة التنفيذية للمنظمة المنعقد من 4 وحتى 6 أكتوبر وزراء زراعة إريتريا وجنوب السودان والصومال وجيبوتي ويوغندا وإثيوبيا والسودان وتنزانيا وكينيا. وأوضح وزير الزراعة سيد الرفاعين برهي في الكلمة التي ألقاها في الافتتاح جهود إريتريا لكافة جوانب مكافحة الجراد الصحراوي ونتائجه، وقال إن أحد أسباب نقص الغذاء وارتفاع أسعاره في العالم منذ 2006 ازدياد أمراض النبات وانخفاض الإنتاج، مشددا بأن منظمة مكافحة الجراد الصحراوي لشرق أفريقيا لها دور كبير في مواجهة هذه المشكلات. وذكر مدير اللجنة التنفيذية لمنظمة مكافحة الجراد الصحراوي لشرق أفريقيا السيد ستيفان نوجوكي أن المنظمة تقوم بجهود مستمرة ودراسات للحد من استخدامات الدول الأعضاء المواد الكيميائية في أنشطتها لإبادة الآفات الراحلة وإدخال تقنية المبيدات التي تضع الأحياء في الاعتبار، داعيا الدول الأعضاء الاهتمام في هذا المجال. من جانبه أوضح رئيس المجلس الوزاري لمنظمة مكافحة الجراد الصحراوي لشرق أفريقيا السيد فريد بيونو أن المنظمة لها إسهامات كبيرة في مهام تحقيق الضمان الغذائي نتيجة الجهود التي تقوم بها لإبادة الجراد الصحراوي والطيور الكالية ودودة الحشد والآفات الطائرة الأخرى، ولها دور مساعد لتخلي الدول الأعضاء من استيراد الغذاء والاعتماد على منتجاتها. يستمر اجتماع المجلس الوزاري 66 لمنظمة مكافحة الجراد الصحراوي لشرق أفريقيا حتى يوم غد 8 أكتوبر. نظمت قيادة الجيش الشعبي دورة تدريبية ل24 من أعضائها في الصحافة والتصوير، وشملت الدورة التدريبية التي استمرت لأكثر من شهر دور وأهمية وسائل الإعلام وكتابة المقالات والأعمدة وكتابة التقارير الصحفية والتصوير الفوتوغرافي والفيديو. وأوضح مسؤول هيئة المعلومات والتعبئة في قيادة الجيش الشعبي السيد صالح محمد صالح في مراسيم التخريج يوم 7 أكتوبر في كرن أن الدورة التدريبية سيكون لها دورا لا يستهان به لجمع ونقل المعلومات الدقيقة وسد الفجوة للتوثيق بالكتابة والصور. وأشار قائد هيئة قيادة الجيش الشعبي العميد ميكيل يوهانس إلى مهنة الصحافة وفعالية صوت الجماهير الإريترية في مرحلة الكفاح المسلح، موضحا بأن المهنة تتطور بالخبرة، داعيا متلقو الدورة التدريبية لتطوير المعرفة المكتسبة بالقراءة والعمل. وقدم في المناسبة عرضا يعكس أهمية التعليم عامة ومساهمة مهنة الصحافة خاصة.
أفاد المكتب الصحي في مديرية قلوج تحقيق نتائج مرضية من جهود تحسين الخدمات الصحية. وأوضح مسؤول المكتب السيد جيلاي موسازجي وجود مركزين صحيين و7 عيادات و18 صيدلية في المديرية، مشيرا إلى ازدياد المهنيين الصحيين نوعيا، حيث يساهم توظيف طبيبين مؤخرا في الارتقاء بالخدمات وضمان الصحة العامة. وقال أن برامج النظافة المشتركة من الأنشطة التي يعمل بها بانتظام، موضحا تنفيذ برنامج إصحاح البيئة في 10 ضواحي من جملة 16 ضاحية في المديرية، والذي أسهم لدرء الأمراض. وأكد على أهمية الشركاء في الأنشطة التي يقومون بها، داعيا وزارة الصحة مواصلة جهودها لتطوير المؤسسات الصحية بالمهنيين والمعدات. يقوم سكان ضاحيتي دنقل الأعلاي وتحتاي في مديرية جندع بالنفير لحماية التربة وحفظ المياه لتنمية محمية المنطقة. وقام السكان بصيانة مدرجات بطول 8.5 كيلومتر وحواجز مائية 10,083 مترا مكعب، وإزالة 45,000 من الأشجار القازية، وصيانة طريق بطول 6 كيلومترات في دنقلو الأعلاي. وفي دنقل تحتاي قام السكان بصيانة مدرجات حوضية في حوالي 70 كيلومتر وحواجز مائية بطول 830 متر مكعب، وبناء طريق بطول 3 كيلومترات، وإزالة 15 ألف من الأشجار القازية. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير. أعلن جيش مالي مقتل 16 عسكريا وجرح 10 آخرين في هجوم شنه جهاديون على الأرجح في وسط البلاد وفق مصادر أمنية وطبية. وأشار الجيش المالي في بيان إلى أن هجوما بعبوات ناسفة يدوية الصنع استهدف قواته. وأوضحت مصادر عسكرية وإدارية لوكالة فرانس بريس أن الهجوم وقع على الطريق بين بانكس ودينيغار. إلى ذلك قال مولاي جوناردي رئيس بلدية بانكاس لرويترز أن 16 جنديا قتلوا في الهجوم الذي وقع قرب قرية وادو. وأكد مصدر في مركز الصحة في بانديكار لفرانس برانس هذه الحصيلة. وقد تبنت جبهة النصرة المرتبطة بتنظيم القاعدة ذلك الهجوم، كما تبنت هجمات أخرى أدى إحداها إلى مقتل 4 عسكريين. ورغم الدعم الدولي وتدخل قوات الأمم المتحدة والقوات الفرنسية والأفريقية لدولة مالي، فإن هذا البلد ما يزال غارقا في دوامة من العنف تسببت بمقتل آلاف الأشخاص منهم مدنيون كسور، وذلك منذ اندلاع حركات التمرد والانفصال المتشددين في شمال مالي سنة 2012. توصل ممثلو الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق من حيث المبدأ للرئيس الصيني جينغ بينغ مينغ والرئيس جو بايدن لعقد اجتماع ثنائي افتراضي قبل نهاية العام، حسب ما صرح مسؤول أمريكي كبير بالإدارة للصحفيين. ووفقا للمسؤول، التقى مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفيان عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني ومدير مكتب لجنة الشؤون الخارجية يانغ جاشي لمدة 6 ساعات في زيورخ بسويسرا، في محادثة وصفها المسؤول بأنها صريحة ومباشرة وعلى نطاق واسع، ويعكس اجتماع نبرة مختلفة عما كانت عليه قبل 6 أشهر فقط، حيث اشتبك سولفيان ونظيره الصيني في قمة ألاسكا التي شهدت تبادل الانتقادات بين الدولتين بشأن الشؤون الداخلية لبعضهم البعض. من جانبها قالت وزارة الخارجية الصينية أن الجولة الأخيرة من المحادثات مع كبار المسؤولين الأمريكيين في زيورخ كانت شاملة وصريحة ومعمقة لتبادل وجهات النظر. أعلنت قيادة أسطول البحر الأسود الروسي أن الفرقاطة الصاروخية الأميرال جوروفيش نجحت خلال تدريبات بالبحر الأسود في تدمير تجمع تكتيكي تعبوي يضم سفنا تابعة لعدو محتمل. كما أعلن إرسال سفينة جديدة إلى البحر المتوسط، مبينا أن سفينة فيشني فلوشيك الروسية المسلحة بالصواريخ تعبر حاليا مضيقي البوسفور والديرنيل متجهة إلى البحر المتوسط. وأضاف البيان
أن السفينة ستقوم بتنفيذ عدد من المناورات لتعزيز قدراتها على خوض المعارك البحرية والبحث عن الغواصات المعادية وتدميرها والدفاع عن نفسها وعبور المناطق المكتظة بالسفن. وفي السياق المتصل، طرد حلف شمال الأطلسي الناتو 8 أعضاء من البعثة الروسية لدى الحلف العسكري، قائلا أنهم يعملون سرا كضباط استخبارات، كما خفض عدد أعضاء بعثة موسكو في المقر إلى النصف. وتصاعدت التوترات بين الناتو وروسيا منذ ضمت موسكو شبه جزيرة القرم الأوكرانية في عام 2014، وتقوم خلافات بينهما حول تطوير الصواريخ النووية الروسية والاختراقات الجوية للمجال الجوي لدول الحلف وتحليق الطائرات المقاتلة فوق سفن الحلف. حذر وزير الدفاع التايواني من أن التوتر العسكري بين الصين وتايوان بلغ أعلى مستوياته منذ 4 عقود، معتبرا أن بكين ستكون قادرة على القيام باجتياح كامل للجزيرة في عام 2025. وقدم الوزير تقييمه للوضع في عقاب قيام 150 طائرة حربية صينية بخرق منطقة الدفاع الجوي لتايوان. وصرح أمام البرلمان: بالنسبة للجيش فإن الوضع الحالي هو الأكثر قتامة خلال أكثر من 40 عاما منذ انضمامي للخدمة. وعززت بكين الضغوط العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية منذ انتخاب تشاي إنغ وينغ رئيسة لتايوان في عام 2016، إذا تعتبر الرئيس الجزيرة مستقلة بالفعل وليس جزءا من صين واحدة. هذا ووصل وفد فرنسي يضم 4 أعضاء من مجلس الشيوخ برئاسة وزير دفاع سابق إلى تايوان للقاء الرئيسة رغم معارضة السفارة الصينية لدى باريس. وهذا تذكير بأهم العناوين. افتتاح الاجتماع الوزاري لمنظمة مكافحة الجراد الصحراوي لشرق أفريقيا في أسمرة. الجيش الشعبي يدرب أعضائه في الصحافة والتصوير. جهود لتحسين الخدمات الصحية في جولوج. قتلى وجرحى في صفوف جنود ماليين خلال هجوم نفذه جهاديون. اتفاق على عقد قمة بين الرئيسين الأمريكي والصيني بعد محادثات في سويسرا. فرقاطة روسية تدمر أهدافا خلال التدريبات في البحر الأسود. انتهت النشرة، إلى اللقاء.